اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه سمك بلطي، اللي هو الجزل ده بالخضار، سهل جدا. ولا هتحتاجي بقى تحمري ولا تقلي ولا تقفي كتير. هتحطي الخضار كده والسمك بطريقه جميله في الفرن، وهيطلع زي ما انت شايفه كده. سموا بسم الله وصلوا على رسول الله طبعا. وانزلوا تحت في الكومنتات، صلوا على الحبيب المصطفى. وندخل ونشوف الفيديو كده احنا عملنا ايه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا طبعا الخضار بتاعنا. عندك بقى فلفل الوان، فلفل اخضر، كل الفلفلات اللي عندك في التلاجة حوشيها كده يعني ظبطيها للاكله دي. كمان عندنا طماطم كده متقطعه حلقات، وبطاطس متقطعه حلقات، بس تكون حلقات رفيعه مش سميكه، تمام كده. وعندنا توم وبصل وطماطم تاني، برضو الطماطم برضو لسه مستمره معانا. هنحط كده عدد 2 طماطم في الخلاط، معاهم مثلا بصلاية خلاص، و4 فصوص توم، ده حسب ما تحبي. دي الخلطة اللي هنحطها على الخضار وعلى السمك، يعني الخلطة اللي هنتبل بيها ده وده. وهنحط كمان فلفل الوان، فلفل احمر واخضر واصفر، تمام. في الخلاط او في الكبة زي ما تحبي، يعني انا عندي بس الكبة بعافية شوية مقيلة، فهنشتغل في الخلاط. متنسيش بقى تصلي على الحبيب المصطفى وتحطي لايك للفيديو ده. هنحط بقى الملح بتاعنا، معلقة ملح كده من بتاعة الشاي خلاص. وطبعا هنحط كزبرة، روح السمك، الكزبرة والكمون. هنحط كزبرة وهنحط كمون. ولو عايزة تضيفي بهارات سمك تمام، مفيش مشكلة. شوية فلفل اسمر. انا بقولك لو عايزة تضيفي ليه، عشان ممكن متكونش متوفرة، فما تعلقيش نفسك بيها يعني. طبعا الليمون اساسي، هنعصر طبعا ليمون كده زي ما انت شايفه. ونحط ايه يعني سيكه خل كده، مش هنحط كتير من الخل عشان ما يجزعش في السمك بتاعنا، يعني معلقه، تمام. معلقه خل. وليمون كتير بقى زي ما تحبي، يعني ليمونتين 3 زي ما تحبي. كل الكلام الجميل ده هنضربه في الخلاط. طبعا هنا كان النور قطع خلاص وما عرفتش اكمل التصوير. حطيت نص الخلطة على الخضار بتاعنا، اللي هو البطاطس والفلفل الالوان والبصل والطماطم. والنص التاني تبلت بيه السمك بتاعنا، السمك الجزل ده بتجيبيه سمكة كبيرة كده، وبتقطعيها مثلا على 2 على 3 زي ما تحبي، تمام. بعد كده رفعناها على النار لمدة 15 دقيقة. حسيت ان السمك بتاعي طري كده وخلاص استوى. وبقبق زي ما انت شايفة كده. هحطه بقى في الفرن شوية، تمام، من غير ما اغطيه، علشان انا عايزة المية بتاعته دي تنشف شوية، من غير ما اغطيه. وبعد كده هبتدي ان انا اشغل عليه الشواية، ياخد اللون اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة كانت جميلة جدا. اللهم بارك والف هنا وشفا، جربيها ان شاء الله على ضمانتي، تطلع معاكي جميلة جدا. ما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واهم حاجة عندي تنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.